القصة ديال اليوم على أخطر سفاح مصري. القصة ديالو بقات في الذاكرة ديال المصريين اليومين هذا، ومؤخرا داروا عليه مسلسل تلفازي لقى إقبال كبير. تفاصيل قصة السفاح القذافي بدات فاش أحد الأصدقاء المقربين منه واللي سميتو المهندس رضا دار وكالة على الفلوس ديالو كاملة للقذافي، حيت كان كيخدم في السعودية وما كانش كيلقى الوقت فين يجي لمصر. رضا دار ثروة كبيرة حيت كان خدام في السعودية وكانت عنده واحد الخدمه كتدخل ليه بزاف ديال الفلوس، كان ديما مشغول وما كيساليش، وهذا الشيء اللي خلاه يدير للصديق الطفوله ديالو القذافي وكاله عامه على جميع الاموال ديالو في مصر باش يردها ليه كامله عقارات. قذافي ولا كل مره كيطلب فلوس من رضا بحجه انه خاصنو بزاف ديال المصاريف باش يخلص الخدامه وباش يقابل ليه الاعمال ديالو كامله، وكل شيء يكون هو هذاك. ورضا كان كيثيق فيه بزاف، غير كيقول ليه صيفط لي الفلوس كيقول لها مرحبا وكيصيفط له. بقات الامور هكا، واحد النهار القذافي سرق لرضا 1,000,000 جنيه مصري واستثمرها في مجال العقارات ونجح وتزوج وعاش حياة زوينة بزاف برزق صاحبه رضا. واحد النهار رضا قرر يمشي لمصر ويستقر تما في مرة، وبالضبط في القاهرة. عيط لصاحبه قذافي وقال له غادي يرجع لمصر، وطلب منه يعطيه فلوسه حيت ناوي يبني شركة ديال العقارات في القاهرة ويقابلها هو. وداك الشيء اللي كان. وصل رضا للقاهرة واستقبلوا القذافي صاحبه، داه لدارو باش يتعشاو وغير ارتاحوا. طلب رضا الفلوس للقذافي، قذافي بقى ساكت وما ردش عليه وبدا كيلاهي بالهضره حتى مشى رضا بحالاتو. داز مرايمات قليله ومشى رضا للدار ديال القذافي، وبحال ديما رجع بلا ريال لا جوج. قذافي برصتو هاد الشيء وبدا كيفكر كيدير يتهنى في مره منه. شنو دار؟ هز تليفونو وصل على رضا، قال له اجي عندي للبيرو غادي تاخذ رزقك كامل تما. ومشى قال لمرتو ديري لنا شي شهيوه للعشاء، راجي صاحبي رضا عندي للبيرو. وقال لها فاش طيبيها ديرها في شي صاك، راه ما غاديش ناكلو هنا كما قلت لك، راه حنا غادي نمشيو للبيرو. خدا قذافي الماكله ومشى للمكتب ديالو ودار كميه كبيره من السم ديال الفيران في الماكله. وفاش وصل رضا تعشاو، وموراها بدقائق قليله طاح رضا على الارض قدامو الامانه امانته. وتما ناض القذافي وجاب واحد الخنشه كبيره ودار الجثه ديال رضا فيها وجرها للطوموبيل ديالو ودارها في الكوفر، ومن تما داها لدارو. دخل لواحد البيت خاوي، حفر حفره كبيره ودفن صاحبو رضا فيها. وتخيلوا معايا دار هادشي كامل بلا ما تعيق مرتو اللي كانت معاه في الدار. ومور ما دفنو خدالو لاكارت ناسيونال والباسبور والتليفون، وصيفط ميساج لخوتو اللي كانوا في السعوديه حتى هما، وقال لهم رضا راه شدوه البوليس وما عرفش اين كوميساريه داوه، المهم سولوا في خوكو. جاوبوه هما حنا مشغولين في السعوديه وما يمكنناش كيفاش نجي نقلبوا عليه، ياك رضا صاحبك قلب عليه ولا سمعتي شي خبر عليه علمنا. قال لهم التليفون بيناتنا. مور هاد لابيل بشهور قليله مرت قذافي طاحت على ديك الحفره اللي في البيت، نبشات فيها حتى طاحت في الجثه ديال رضا. تصدمات وبدات كتفكر شنو دير، وهي طلع كتار من القذافي راجلها وجهاتو وقالت له راني شفت شنو درتي وصاحبك فين دفنتيه، غتعطيني 250 ألف جنيه ولا نعيط للبوليس. كيقول القذافي عطيتها الفلوس وانا مجبور، ما تسرطات ليش، حسيت بالشمته وخاطري ما هنانيش. خدت الفلوس بارده بكل سهوله، ما ضربت فيها لا تماره لا والو. وتما قررت نصفيها ليها ونتبعها لصاحبي رضا. في نفس النهار شريت السم ديال الفيران ودرتو في الماكله، ومور ما كلاتو وماتت قطعتها طراف طراف ورميت اجزاء من الجثه ديالها للكلاب ياكلوه باش نشفي الغليل ديالي، ودفنت داك الشيء اللي بقى حدا صاحبي رضا. كيقول القذافي في التحقيق هو كيبتسم للمحقق، العشاء في ديك الليله كان رومانسي. مور ما سالينا العشاء طاحت في الارض وهي كتوجع، وقلت مع راسي علاش نخليها كتوجع وكتزيد تعصبني، علاش نط وشديت لها راسها وبديت كنضربو لها مع الحيط حتى ماتت. في الاول ما دفنتهاش حيت كان الجو سخون وخفت الريحه طلع، شديتها ودرتها في واحد الفريكو، وموراها بنهار دفنتها هي والذهب ديالها اللي شراتو بفلوسي باش تعرف باللي الذهب والفلوس ما غتنفعهاش يوم القيامه. مور ما ساليت مشيت لدارهم وقلت لهم بنتكم خرجات من الصباح ما رجعتش، وتيقوني. كيبتسم قذافي وكيقول كنت كنقلب معاهم عليها بحال اللي ما عارفش فين هي، كنت كنقلب من نيتي، وحيت ما لقاوش الجثه تم اغلاق ملف القضيه حتى يلقاو معلومات جديده. القذافي ما سالاش حد هنا، انتحل سمية صاحبو رضا وبدا كيقدم راسو للناس على اساس هو سميتو المهندس رضا. وفي واحد النهار
جاو خوت رضا كيقلبوا عليه، ونفس الخطه طبقها معاهم مره اخرى. بدا كيقلب على رضا بحال اللي ما عارفش فينا هو، بحال اللي ما واقع والو. القذافي ما كفاوش الفلوس اللي سرق لصاحبه، وناض بها كاع ممتلكات ديال رضا بالتوكيل اللي دارلو، ومشى يعيش في الاسكندريه. فاش ساقوا له خوتو الخبار مشاو داكراو للبوليس وقالوا لهم بلي قذافي هو اللي صفها لخوهم رضا. وداك الشيء اللي كان شدوا المحامين ديالهم القضيه وبداو البحث على القذافي. والقذافي غبر بحال اللي تشقت الارض وسرطاتو. القذافي كان مخبي في الاسكندريه، انتحل صفة صاحبو رضا وتزوج بزاف ديال المرات بسميت صاحبو المهندس رضا. وحده من العيالات اللي تزوج القذافي كانت طبيبه. واحد المره حاول يقتلها ويسرق ليها فلوسها، ولكن ما ماتتش، قدرت تهرب له وقدمت بلاغ للشرطه باللي راجلها بغى يقتلها. وهنا البوليس غيتحرك وغادي يشدوه. في هذا الوقت كان محامي ديال رضا كيقلب عليه في الكوميساريات، حتى لقى سميه كتشابه للسميه ديال السيد اللي كيقلب عليه، المهندس رضا. وقال هذا هو السيد اللي كلفوني خوتي نقلب عليه. مشاو صونا لخوتو قال لهم راني لقيت خوكم مشدود في واحد الكوميساريه. فرحوا بزاف، قالوا واخيرا لقينا خونا اللي غادي يفسر لينا شنو وقع بالضبط. سولوا خوتو المحامي قالوا له شمن تهمه مشدود بها خونا؟ قال لهم الاعتداء على الزوجه ديالو ومحاوله القتل. مشاو خوتو كيجريو لديك الكوميساريه، ولكن تصدموا فاش لقاو قدامهم القذافي. ما فهموا والو، كيفاش رضا ولا هو القذافي؟ المحققين بداو الخدمه ديالو، لقاو صعوبه في الاول مع القذافي اللي رفض يعترف بحتى شي حاجه، ولكن في التالي نهار واعترف بالمنسوب ليه. اعترف بقتل المهندس رضا وقتل الزوجه ديالو، ومشى مع البوليس حتى للدار فين دفنهم. حفروا عليهم وجبدوهم ولقاو هياكل بشريه، وفي الجنب ديالهم الذهب ديال مرتو، وتما تم إعادة تمثيل الجريمة. شرح لهم القذافي كيفاش ارتكب الجريمة وكيفاش دفن الجثث تحت الأرض. المحققين كتفوا من التحقيقات ديالهم وهما يطيحوا في كارثة جديدة. أولها أن القذافي ما قتلش غير هاد الجوج، قتل حتى جوج عيالات أخرين، وحدة منهم خات مراتو. القذافي تقدم للمحكمة بدوسي ثقيل وتما تحكم عليه بالإعدام.